فاكر المثل اللي بيقول ابو بلاش كتر منه؟ طب استنى، هو فعلا ببلاش ولا احنا اللي بندفع واحنا مش واخدين بالنا؟ انا علي الهواري وهشرح لك التريكات اللي حواليك علشان تختار من غير ما حد يضحك عليك. شوف يا سيدي، وانت داخل السوبر ماركت تشتري حاجه واحده، اكيد لقيت عرض خد واحده ببلاش، فاشتريت 3 علب عشان تكسب الرابعه ببلاش. بس الحقيقه انت دفعت اكتر وجبت حاجه ما كنتش ناوي عليها اصلا، لان كلمه ببلاش بيقف عندها المنطق وتشغل عندك احساس انك كده كده كسبان حتى لو العكس تماما. دان اريالي باحث في الاقتصاد السلوكي عمل تجارب كتير على الكلمه دي بالذات، ولقى ان كلمه فري بتخلي الناس تختار قيمه اقل بس تحس ان هم اخدوا اكتر. يعني ببساطه ابو بلاش بيشتريك مش العكس. كلمه خدمه ببلاش اونلاين بتاخد منك بياناتك ووقتك وبتبرمجك على انك ترجع تاني. المجاني الحقيقي هو اللي مش بيكلفك تحكمك. قبل ما تفرح بهديه اسال نفسك، كنت ناوي تشتريها اصلا ولا العرض هو اللي جه يختارك مش العكس؟ المره اللي جايه اول ما تلاقي عرض ببلاش افتح عينك قبل ما تفتح محفظتك واكتب لي ايه اخر حاجه اشتريتها او سجلت بياناتك فيها علشان لقيت كلمه فري.